السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في دنتال ام كير. معاكم دكتورة مهداب علي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 5 كوارث بيسببها التدخين. اكتر 5 مشاكل التدخين بيسببها لصحة الفم واللثة والاسنان. طبعا اكيد كلنا عارفين مشاكل التدخين اللي لا حصر لها، الكتير البلاوي المتلتلة اللي بيعملها التدخين. وطبعا كلنا عارفين ان بالرغم من كده للاسف التدخين منتشر جدا، وبرضه في ناس كتير بتدخن. وهيجي ناس كتير منكم يقولوا لي يعني التدخين ايه الكوارث اللي هيعملها الاسنان واللثه وبتاع؟ يعني ده بيموت وبيعمل سرطانات في الرئه ومشاكل، يعني بلاوي اكتر بكتير، يعني مصايب. ف اوكي، طبعا انا متفقة على الكلام ده، بس بما ان انا طبيب الاسنان وفي مشاكل حقيقية خطيرة وكوارث فعلا بيعملها للفم والاسنان التدخين زي ما بيسببها لاي حاجة تانية، والناس ما بتبقاش واخدة بالها منها، فدوري ان انا لازم اوعي وافهم بالمشاكل ديت علشان نتجنبها. على الاقل لو مش هنبطل التدخين نقدر ان احنا نعمل شوية حاجات كده، بس هقولها في فيديو تاني ان شاء الله منفصل، علشان نتجنب المشاكل دي حتى مع التدخين. رغم طبعا اني ضد التدخين تماما، وكأي طبيب يعني بقول لازم يا جماعة نوقف التدخين. نيجي لل5 مشاكل او كوارث اللي بيسببها التدخين للفم واللثة والاسنان. اول مشكلة واكتر مشكلة منتشرة طبعا هي الجير، التراكمات الجيرية اللي بيسببها التدخين على الأسنان. يعني نسبتها بتبقى أعلى بكتير من أي حاجة تانية ممكن تسبب تراكمات جيرية على الأسنان، حتى مع غسيل الأسنان المنتظم ومع استخدام الفرشة الصح والمعجون الصح وبالطريقة الصح، برضو بيكون نسبة تراكم الجير أعلى بكتير جدا مع التدخين. أسفة للمقاطعة اللي حصلت. تاني حاجة بيسببها التدخين لصحة اللثة والفم والأسنان، وبرضه منتشرة، هي رائحة الفم الكريهة. التدخين بيعمل ريحة، يعني بيخلي ريحة البق أو الفم وحشة جدا فعلا. ودي حاجة بنسميها هاليتوزس في طب الأسنان. هي ليها أسباب كتير جدا غير التدخين، يعني مش التدخين بس لوحده اللي بيسببها، لكن هي من الحاجات، يعني التدخين من الحاجات اللي بيسببها. الرائحة دي فعلا بتكون مستمرة، مش بتروح بسهولة. بيعاني منها يعني المريض او اللي هو يعني مصاب بيها بشدة، وان هو بيلاقيها اول ما بيصحى من النوم. بيلاقيها ممكن وهو قاعد، مش بس بعد مثلا ما يدخن او ياكل، لا، هو ممكن يبقى هو نفسه حاسس على طول بان ريحة بقه مش حلوة، زائد كمان بيحس بطعم مش حلو في بقه باستمرار. ودي بسبب برضو الحاجة رقم 3، اللي هي تالت حاجة بيسببها التدخين، هي انه بيغير في الخلايا بتاعة اللسان. بيعمل فيها مشاكل كتير جدا، بس ده بيبقى مع المدى الطويل. وطبعا بيبقى مش مع كل الناس. ممكن يعمل لا قدر الله تغيرات في الخلايا توصل لدرجة سرطان في اللسان. بيعمل مشاكل بتأثر على التيست بادز، أو اللي هي خلايا التذوق. فبيبقى حاسه التذوق متاثره جدا جدا، بتقل فعلا بشكل ملحوظ. وتالت حاجه بيعمل الباد تيست، او اللي هو احساس على طول بان حاسس بطعم وحش في بقي، غير اللي هي الريحه الوحشه. كمان ده كمان بيعمل طعم وحش، حاسس بطعم وحش، مش بس ريحه وحشه، كمان طعم وحش. فالاحساس ده بيبقى مزعج جدا جدا كمان للمريض، ومش بيروح بالغسولات ومش بيروح بسهوله. فدي برضو من المشاكل، المشكلة رقم 3 اللي بيعملها التدخين. رابع حاجة، رقم 4 من المشاكل اللي بيعملها التدخين، هي التهابات اللثة والجيوب اللي بتتكون نتيجة تمزق وتدمير الأربطة اللي بتمسك الأسنان بالعظم. الأسنان المفروض إن هي ليها جذور جوه العظم ممسوكة بأربطة.
حاجة زي الخيوط، بتبقى زي الوتد كده اللي بيمسك الخيمة، بتبقى نازلة كده من الجذور يعني باتجاهات مختلفة، وماسكاها all around يعني من كل حتة حوالين الجذور داير ما يدور، وبخليها ثابتة جوه العظم، وبتخليها تتحمل الضغوطات البريشر، حاجات كتير ليها فوائد كتير يعني من غير تفاصيل. الأربطة دي بتبقى بعد كده متغطية من فوق الحتة اللي احنا شايفينها على العظم، وكمان من تحت شوية حتة مش شايفينها بأنواع من اللثة، لأن اللثة برضو أنواع. فاللثة بالأربطة ديت كلها بنسميها البريدونشيوم، اللي هو عبارة عن بريدونتال ليجامنت اللي هي الأربطة، والجنجفا اللي هي اللثة. دول بيحصل فيهم التهابات لا حصر لها بسبب التدخين، وبتبقى التهابات شديدة جدا بتؤدي لمشاكل كتير جدا، بتتدمر الأربطة دي، وده ممكن يؤدي على المدى الطويل لأن الأسنان تتلخلخ، غير طبعا مشاكل بقى الجيوب العميقة جدا، وانحسار اللثة عن الجذور، فالجذور تبان وده يعمل حساسية في الأسنان، وبيزود من نسبة التسوس، وده اللي بيجيبنا لرقم 5 اللي هو خامس مشكلة بتعملها التدخين، واللي برضو بتؤدي لزيادة في نسبة التسوس، هي قلة اللعاب، أو بنسميها عندنا الزيروستوميا. زيروستوميا يعني كلمة لاتينية يعني بتعني ان اللعاب او الصعيفة اللي بتفرزه الخلايا اللعابية اللي في الفم بتقل جدا، بتقل لدرجة انها بتسبب جفاف في الفم. الجفاف ده مش سهل، مش حاجة نستهين بيها. احنا من رحمة ربنا لما بننام بقنا بيترطب لوحده، لو انت مش عندك اللعاب ده وانت نايم بالذات بتعاني جدا. الحاجات دي بتسبب قرح في الفم واللثة والميكوزا اللي هي يعني اللي هي الخلايا المبطنة للخدود والفم كله بالشفاف بكده، بيحصل فيها قرح شديدة جدا، بتحصل فيها التهابات شديدة جدا، وبرضو ممكن توصل لا قدر الله، بس مع برضو يعني الحالات الشديدة قوي تغيرات في الخلايا تؤدي لسرطانات ومشاكل لا حصر لها فعلا. فقلة اللعاب مهم جدا جدا وخطير في مسألة التدخين، لأنه كمان غير أنه بيزود نسبة التسوس جدا، وبيزود نسبة التهابات اللثة بمشاكلها بالجيوب، بكل ده هو فعلا ممكن يؤدي لسرطانات. فيا جماعة الخمس كوارث دي لازم نحاول ان احنا نتجنبها على قد ما نقدر. ازاي؟ هنقولها ده في الفيديو الجاي ان شاء الله، ازاي نتجنب الخمس كوارث او الخمس مشاكل اللي بيسببها التدخين على قد ما نقدر. ولكن ده لا يعني ان احنا منعناهم، يعني هيفضلوا موجودين بس ممكن نخلي تأثيرهم اقل شوية، وده لا يمنع ان التدخين مش هيسببهم او مش هيزود الريسك اللي هي يعني نسبة حدوثهم. وده معناه ان احنا لازم ويفضل نمتنع عن التدخين ونوقف تدخين، هو ده الحل الامثل والحل الوحيد. ده كان الفيديو، اتمنى يعني تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، وده مش انتقاد شخصي لاي مدخن، لكن معروف ان هي عادة سيئة، واتمنى لكل مدخن انه فعلا فعلا يقدر يقلع عنها ويبطلها، واتمنى ليكم الصحة والعافية دايما يا رب. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير ليه وسبسكرايب في القناة. دوسوا على كلمة سبسكرايب مكتوبة تحت بالاحمر. انا عملت لكم فيديو اشرح لكم ازاي تعملوا سبسكرايب بالظبط، لان في ناس كتير ما كانتش بتبقى عارفة ازاي تعمل سبسكرايب، هنزله لكم قريب ان شاء الله. فاعملوا سبسكرايب، دوسوا على كلمة سبسكرايب المكتوبة تحت بالاحمر، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. واكتبوا لي في الكومنتس او تعليقات اي حاجة انتوا عايزينها، واتمنى لكم بسمة احلى. السلام عليكم.